والتالتة تابتة. سهرة من تأليف محمود تصم ومن إخراج فؤاد شفعي. الأولى بسم الله والتانية بسم الله والتالتة رقيتك بألف لا حول ولا قوة. رقيتك بالكزبرة دايما منصورة وعدوك ورا. رقيتك بالجاوي من كل دحلاب ومخاوي. رقيتك. كفاية كده يا هنومة. لسه يا ست الستات، كملي رقوتك عشان تجيب بفايدتك. تعبت طهقت ودخان البخور حماني. دستور يا سيادي، سامحوها دي ما تعرفش يا سيادي. صدري متضايق والدنيا بتلف بيا. ان شاء الله عدوينك واللي بيكرهوكي ده عين وصابت فيكي. طب واخرتها يا هنومة؟ هديلك شهر وزيادة ولا فيش حاجة ظهرت. فاشر. طب دي التحويجة اللي عاملها لك سي محروس العطار ما تخرش المية ابدا. وهنروح بعيد ليه؟ عواطف بنت زنوبة اللي على اول حارتكم كانت ما بتخلفش زي حالتك كده. تعالي بقى وشوفي النهارده ما شاء الله عندها من العيال 4. عقبالك يا ست نعيمة، عقبالك. من بقك لباب السما. هيحصل يا حبيبتي هيحصل، بس ساعتها اوعي تنسي الحلاوة بتاعتي. عينيا ليكي يا سلام. ده يبقى يوم المنى، يوم ما اجيب عيل للمعلم متولي واكيد العزال بيه فرجه قريب. افوتك بعافية. ما بدري من عمرك يا حبيبتي. ان شاء الله دخلتي عليك النهارده تكون دخلة السعد وبلوغ المراد يا رب. ده لازم المعلم. الله، ومالك اتخدتي كده ليه؟ ده حتى بيحبك قوي. معلش سماح يا ست الستات، تصبحي على خير. يهو. طيب يا اختي وانت من اهله هقول ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم. مين انت هنا هنومة؟ اهلا يا معلم، سلام عليكم. وعليكم. يا اختي بقى دي مقابلة تقابل بيها الست هنومة يا معلم؟ يا اخويا حرام عليك، دي ست طيبة ومكسورة الجناح. كسر رقبتها على صدرها. انا مش منبه عليكي 200 مرة ان الولية دي ما تعتبش برجلها هنا. عجايب، واحدة وجاية تطل عليا قافل الباب في وشها يعيب الشوم. احنا هنلف وندور على بعض يا نعيمة، انت فاهمة وانا فاهم، وخلي الطبق مسطور. سيبك بقى من الكلام الفارغ اللي بتعمليه ده. الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وحكاية الخلفة دي مش بكيفنا. الله، مش من حق اقلق على روحي ولا ايه؟ طب دي الناس كلها كلت وش بقالنا اكتر من 10 سنين ولسه ربنا ما عوضش علينا. ادي احنا بنروح للحكمة وبنعمل محاليل وهو ربنا يفرجها وفرجه قريب. لكن ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ونعم بالله، لكن نسعى صح، نمشي مع الاصول ونمشي عدل، وعشان ربنا يكرمنا بقى. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله لا يسلمك ولا يسلم عمالك الورق دول يا صابر. الله، حصل ايه بس يا معلم؟ مش عارف حصل ايه؟ حصل ان بقالكوا جمعتين ولسه ما شطبتوش الدور الخامس. يا عالم ارحموا بقى، خلوا رحمة ربنا تنزل. الله، عاملوني يا ناس كويس. دي فلوس، دي فلوس مش طوب. اقول ايه للملاك اللي مستنظرين شوائهم بس؟ وهنعمل ايه بس يا معلم اكتر من اللي بنعمله ده؟ اعمل لك همة شوية، اتلحلح، هات انفار بزيادة. وهي المجاولة مكفية؟ داني بصرف من ديبة يا معلم. ديبك؟ سلامات يا ديبك. انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انا مش ناقصك انت راخر يا صابر، مش كفاية اللي انا فيه؟ فك يدك معانا شوية يا معلم. على قد لحافك مد رجليك، ولا انت فاكرني ايه بعبر من ورا الشغلانه دي بالالوفات؟ ده انا بعملها لوجه الله، واللي طالع لي منها يا دوبك شبرقه كده على الماشي. انا ما احبش حد يكلمني على فلوس ابدا. ايوه لا. لما تسلمني مفاتيح الدور الخامس انا تحت امرك. مش انا قاعد على بنك ولا قاعد على بنك. مفهوم؟ مفهوم قوي. وقف يا ولد منك، لا بطلوا شغل. ايه ده؟ انت بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني يا صابر؟ من حالك اعذر اخوك يا معلم. ماشي، بس ابقى افتكرها يا صابر. والنهاية فوت عليا بكره الصبح في المكتب واكون دبرت لك قرشين.
قال يا جحا عد موج البحر، قال الجيات اكتر من الريحات. اهو كده استبينا. اشتغل يا ولد منك له، اشتغل. اعوذ بالله، عالم بتوع فلوس بصحيح. مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا يا سهير هانم، اتفضلي يا فندم. ميرسي. حضرتك تشربي ايه يا فندم؟ لا 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 ولا حاجة، أنا جاية أقابل المعلم متولي. ما تقوليش إنه مش موجود، لأني عارفة ومتأكدة إنه جوه في المكتب. هو موجود فعلا يا فندم، بس ممكن اعرف سبب تشريفك بالزيارة؟ هيكون إيه السبب يعني؟ هتناقش معاه في مسألة الزيادات اللي فارضها علينا دي. ما انا ممكن اتفاهم مع حضرتك يا فندم. لا 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 متأسفة، أنا عاوزاه شخصيا. يا سهير هانم، انا عايز اخدمك، بس انتي اللي مش مدياني فرصة. انا هنا المسؤول عن مشاكل الملاك، لان وقت المعلم مش فاضي. لكن أنا